بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، جميعا حسن الخاتمة. فالحياة دار ممر والآخرة دار مقر. في هذا الدرس في هذا المسجد المبارك وفي هذا اليوم السعيد نختار موضوع الإحسان. ابن قيم الجوزية رحمه الله يقول: منزلة الإحسان منزلة جامعة لجميع المنازل. خلاصة مركزة: الإحسان. حينما نعود إلى قواميس اللغة العربية، نعود إلى سدنة اللغة، هذا اللفظ له العديد من الدلالات. استشهد ابن قيم بجملة من النصوص، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإنسان ينظر الآن في هذا الكون يشوف كون حسن بديع السماوات والأرض. ربي خلق هذه السماوات والمجرات والنجوم والقمر والشمس، أمر عجيب. لذلك في عديد الآيات يرشدنا إلى التأمل والنظر. أكثر من 1000 آية ربنا يأخذ بعقولنا وألبابنا إلى النظر في كتاب الله، في كتابه المنشور، في كتابه المفتوح. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آية واحدة برك من سورة فصلت الآية 53 اللي يتأمل فيها برك يصل إلى معرفة الحق جل جلاله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي سورة الذاريات: والسماء ذات الحبك. اخزر برك اسمع، ما يحتاج الإنسان يقرأ علم الفلك الأسترونومي باش يستوعب المسألة. ينظر برك، يوحد ربي سبحانه هذا الجمال البديع. ربنا عز وجل هو الخالق وحده لا شريك له، هو الباري. ثم قال في آيات كثيرة في نفس السورة، في السورة نفسها، في الآية 7: والسماء ذات الحبك. في الآية 20: وفي الأرض آيات للموقنين. مرة أخرى الأرض اللي احنا عايشين فيها الجوامع، فيها اللوزينات، فيها السكنة نتاعنا، فيها البحار، فيها الأنهار. وحد ربي. أكيد المختص يعلم أكثر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكيد يقرأ الله جيولوجي، علم طبقات الأرض. وفي الأرض آيات للموقنين. يقرأ علوم الفلاحة. ولكن يكفي قدر التأمل تدبر، يكفي. وفي الأرض آيات للموقنين. الآية رقم 21: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يلا باش حتى تكون بسيكولوج ولا لا، خزر برك في نفسك، فيما خلق الله فيك، فينا جميعا. هذا اللسان الذي يتكلم، هذه الأذن التي تميز بين الأصوات، هذه الرجل التي تحملنا إلى حيث نشاء. عند نبغى عند يزورول يتبعي صغار، مثل بالقبيلية: عند يزورول يتبعي صغار. يعني القلب يسبق البدن. وين راح قلبك رجلين يمشي. احنا ما جئنا إلى هذا المسجد إلا بعد ما سبقت قلوبنا والقلب والقرارة، ثم الرجلين يمشيوا برك. تونسبور ما عندوش اعتراض. أبدا يزول يتبع صغار. سبحان الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا واحد ينسى باللي الرزق هذه وين
الرزاق جل جلاله. نحتاج فعلا إلى نوع من التثبيت للإيمان. هذه من الأمور التي تقوي الإيمان وتثبته. ربي قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يا أخي المؤمن مؤمن على شيء، ولكن ربي يريد نسمع الآيات البينات. الله يبارك من ولادنا هذو المشايخ ممتازة ما شاء الله، كلام الله بديع جميل جليل، يزيد بالصوت سبحان الله يزلزل، يبقى كما هو إلى أن تموت، خاصة في هذه الحياة. نحن نعيش في زمن فيه منغصات، أي سلوغون ضطاس، فيه هزات لجميع المنظومات بلا استثناء. أي منظومة سلكت ما كاش، كلنا على خطر عظيم. كش يقول لك الدعوة سهلة؟ واعرة بزاف. إن في الدعوة إلى الله ولا في التربية، تربية النشء ولا جميع، لأن الهزات والفتن، ونسأل الله الثبات. لذلك الآيات كلها ربي قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وبعدين هي ربي في سورة إبراهيم قال يثبت الله الذين آمنوا. هذه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الآية 26-27 من سورة إبراهيم. ربنا عز وجل إذن لابد من النظر. هذا الإحسان نلمسه فيما خلقه الله. يلا وحظة نرجعوا لنا حنايا. سمعنا ابن القيم يقول الإحسان منزلة الإحسان جامعة لجميع المنازل، وقد صدق. وقبله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نبحث في بعض الفضاءات لنتلمس هذا الإحسان. المجال الأول نبدأ بالنية، أو كل شيء النية، القصد. النية كما يقول الفقهاء تفيد التمييز بين العبادات والمعاملات، وتفيد التمييز بين العبادات في حد ذاتها. يقدروا يصوموا 4، واحد صايم قضاء والآخر صايم نذر والآخر يصوم نافلة، كل واحد كيفاه. ما الذي يميز بين هذه الصيامات، هذه الأنواع من الصيام؟ هي النية. وتفيد الحزم والجزم. مجالات الإحسان بدأنا بالنية والقصد، هي الأولى. خاطر قبول الأعمال لازم يكون مسبوق بالنية. ربي قال في سورة الكهف الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الأجر الخلاص في الإخلاص، هذه النية مهمة جدا، سواء في العبادات أو في المعاملات. الخدمة لو كان واحد ما يخدمهاش بالنية بقلبه ما يخدمهاش مليح، لا يتقنها، خاطر خدمها فوق القلب. النية هذه مطلوبة في كل شيء. لذلك ربي قال في سورة الأنعام الآية 162 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي الحياة كامل، يعني كلمة لخصت كلش، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هي سعد اللي النية تاعو يحسن فيها، الإحسان في القصد. هذا المجال الأول. المجال الثاني في العبادة. ربي خلقنا باش نعبدوه في العبادة، ولكن العبادة لازم تثمر، لعل الخلل يكمن هنا. إذا كانت العبادة لا تثمر أعمال صالحات، أعمال خير، إنجازات، علوم، معارف، بناء حضارة، نهضة، إذا كان هكذا يعني مشكلة كبيرة جدا جدا. ربي سبحانه نقصد على وجه الإطلاق. صح نحن إشكال كبير، يقول لك الأسئلة المحيرة لا يجيب عنها إلا القرآن. إلي أبو ماضي ومن معه من الشعراء والفلاسفة واللي ضاعوا قال جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت
ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، لست أدري لست أدري. هذه حالة الضياع يعيشها الإنسان حتى تخلص الدنيا، موجودة حالة الضياع. ولكن اللي يرجع طريق ربي تلنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الإسراء الآية 9 فرات. الحمد لله سر الوجود. ربي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية 56 من سورة الذاريات. زيد كأمة قال إن هذه أمتكم. ما تنسوش بلي عندكم انتماءات، كل واحد ينتمي إلى الحومة وينتمي إلى الأمة. تلقى واحد منا عنده انتماء إلى الحومة نتاعو، وين يسكن، ينظفها، يحسنها، يجملها، أو عنده التزامات في الحومة. ولكن ما ينساش أيضا كاين أمة، كاين وطن، كاين أمة، كاين أسرة بشرية. القرآن فرها كامل. أو الأسرة قال أنتم تنتموا للأسرة، وقال عندكم مجتمع، عندكم وطن. وكلما تعددت الانتماءات تنوعت الالتزامات. قاعدة: تنوع الالتزامات بتنوع الانتماءات. في الحومة عندك خدمة، عندك ديزوبليغاسيون، عندك التزامات، ما تنساش عندك مع الوطن، مع الولاية، مع طلع شوية شوية حتى توصل إلى الأمة. ربي قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، باش ما ننساوش. سورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أو يذكرنا بالسر الوجود نتاعنا. أيضا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. في سورة الأنبياء الآية 25 باش يقول ربي سبحانه جميع النبيين والمرسلين جاءوا بهذا الأصل الأصيل، التوحيد، ومع التوجيه إلى العبادة. ربي قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هاي فرات. والعبادة لابد أن نحسن فيها، والإحسان يكون في العبادة. الدليل في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب، اللي يقول أن تعبد الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هاي درجة الإحسان، وهي في الحديث. وحديث معاذ كي قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ والله إني لا أحبك، قالوا نحبك. وقالوا ما تنساش دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف الإحسان. في الخاتمة المعاملات كثيرة جدا. إذا كان واحد سلم عليك وتعرفوا الآية بأحسن منها، هكذا التحية برك تقول السلام عليكم، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلما تحسن في الرد على التحية. للجار قال لك لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. انتهى الجار هذا عنده الإحسان إلى الجيران. الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هيث الإحسان مع الوالدين. زيد للأولاد، ربي قال يوصيكم الله في أولادكم. إذا أحسنوا إلى أولادكم. ما كان حتى حاجة، كل شيء تدير الخير. ربي قال في سورة الحج الآية 77 وافعلوا الخير، وربي قال دير الخير، وما قالش واش نديروا. باش هذه حكمة كبيرة. كل واحد يخدم، كل ميسر لما خلق له. اللي يبني في الجوامع، اللي يبني في الزوايا، اللي يعلم في القرآن، اللي يعاون الفقراء والمساكين واليتامى، اللي يعاون طلبة العلم، اللي يبني الحضارة، اللي يدير العلوم، خدم برك. اللي في الإدارة، اللي في يكون الإنسان يحسن عمله. حديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، خاطر إذا لم يتقنه
لازم يعاودوا. قال مستقبلي تغيير الشغل يتسقال ذي فافيس، معني واحد كيخدم خدمه ماشي مليحه تحلف في مولا الخدمه هذيك، تحلف فيك وتحلف فيا، معنى لازم تعود الخدمه. كي تخدم خدمه في اي شيء دير لا بلومبري مليحه خلاص، وكي ديرها تقطر انت تروح والماء يسيل او عود، تريسيتي ما مشاتش عود. كل شيء في جميع مجالات الدنيا. قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ومما يساعد على الإتقان استحضار مراقبة الله. هكذا هو ربي قال في سورة التوبة الآية الخامسة بعد 100 الأولى: وقل اعملوا، خدموا، الخدمة فسيرى الله عملكم. ربي هو اللي يشوف الخدمة نتاعنا، سواء العبادات والمعاملات وكلش، ورسوله والمؤمنون. وبعدين قال ما تنسوش: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. لانفيزيبل إلى فيزيبل في زوج، ربي على بالهم كلش، أين يفرن أين يظهرن. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن الإحسان في كل شيء، والإحسان إلى الناس جميعا، إلى الخلق، إلى الكائنات. حتى الشاعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ولطالما استعبد الإنسان إحسانه. خاتما نقول الإحسان هذا نحتاجه في كل شيء باش تطمئن قلوبنا من جهة، ونبرئ ذممنا، خاطر كلنا يحتاج إلى البراءة. حلوة البراءة، تقول أنا إنوسون. البراءة هذه والله ما هي سهلة، ما هي سهلة. إذن الإحسان كما قال ابن القيم منزلة جامعة لجميع المنازل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نجتهد باش نحقق معاني الإحسان في جميع الأعمال نتاعنا، في جميع المجالات، في التجارات، في الإدارات، في الاستثمارات، في المعاملات، في كل شيء، لنلقى الله احنا سالمين إن شاء الله. وربي قال في آخر ما أنزل من القرآن عند جمهرة العلماء الآية 281 من سورة البقرة: واتقوا يوما، أو كاين يوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وبعدين ثم توفى كل نفس ما كسبت. أي نزرع ومذنة يغلف، كل نفس، ما نتحاسبوش اون كرو، لا اون ديتاي، كل واحد وحده، ماشي العرش الفلاني ولا الشعب، لا كل واحد وحده. كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والسلام عليكم.